11 يوم احنا في الرباط هنا في هذا المكان. 11 يوم اللي يضرب عن الطعام ومئات تدخلات القمعيه، ازيد من 900 اصابه، ازيد من 900 اصابه، المئات من التدخلات القمعيه. ولحد الساعه لا زلنا لا نسمع سوى الوعود تلو الوعود تلو الوعود. وقلت كنحلموا شي نهار نصبحوا على وطن، نصبحوا مواطنين بحالنا بحالهم، ما نكونوش مواطنين غير في صدد انتخابات يقول لنا الطرق واحنا مضربين عن الطعام في هذا المكان، وشاركوا يركلوا فينا ويرقصوا فينا. عندنا حالات ديال غطور مرضى بالقلب، عندنا حالات عندها عمليات جراحيه على مستوى الراس، ومع ذلك السكان ما كيراعي وقت وكيدخلوا فينا بكل وحشيه. ولكن اذا كانوا بذلك باغيين يكسروا العزيمه ديالنا وباغيين يكسروا الامل ديالنا، فكنقولوا لهم حنا ولاد المغاربه، حنا ابائنا واجدادنا مقمع غدا وليد مشوالة بدا معايا مقمع غدا وليد مشوالة بدا معايا مقمع غدا وليد مشوالة بدا معايا مقمع غدا. حنا اجدادنا هما اللي حرروا هذا الوطن، وابائنا هما اللي بناو هذا الوطن. اجدادنا هما عبد الكريم الخطابي، هما الكل، كل المقاومين، كل اللي بناو صاحب الوطن. خطير هادوك اللي ما عرفوش الهزيمه وما عرفوش عياس، فاحنا كذلك كوطور كمجموعه الشعراء العطور العليا المعطله لن يتسرب الينا الياس، وما غاديش نخويو الرباط نهائيا.